السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. معكم سعيد من قناة سعيد اس زد. اليوم عندي لكم مقطع شوي مختلف عن المعتاد. أكيد لاحظتوا إني ما نزلت مقاطع من فترة طويلة، وحبيت اليوم أشرح لكم السبب وأوضح ليش انقطعت عن القناة. يعني هذا المقطع بنعتبره بداية لعودتي، وإن شاء الله تكونوا متفهمين للظروف اللي مررت فيها. السبب الرئيسي اللي خلاني أنقطع عن القناة هو الدراسة. أنا حاليا في الصف العاشر، وما أخفي عنكم كيف المرحلة هذه تكون صعبة والضغط فيها شوي يكون كبير. يعني كان عندي اختبارات نهائية، وكنت لازم أركز كل وقتي في الدراسة علشان أحقق نتائج زينة. وما بين الدراسة والاختبارات ما كان عندي وقت كافي علشان أصور وأعدل مقاطع لكم. الشيء هذا كان محبط بالنسبة لي، لأني كنت متحمس أستمر وأقدم لكم محتوى حلو، بس في النهاية كان لازم أكون واقعي وأعطي الأولوية لدراستي. بصراحة كانت فترة صعبة، ضغط الدراسة كان شديد والوقت ما كان كافي. كنت أحاول أوازن بين المذاكرة والاستعداد للاختبارات وبين القناة، يعني كل شيء كان يتطلب تركيز، وكان من الصعب أني أوازن بين الاثنين. لكن في نفس الوقت كنت أتابع تعليقاتكم وأشوف تفاعلكم، وهذا اللي كان يعطيني دافع وأمل أني أرجع لكم قريب. ولكن في ذاك الوقت قررت أني أوقف شوي عشان أركز على دراستي، والحمد لله كلها انتهت على خير. الضغط صار أقل وأقدر أرجع أركز في القناة من جديد. يعني هذا المقطع هو أول خطوة في عودتي لكم. أنا بصراحة متحمس عشان أرجع أقدم لكم مقاطع جديدة وأطور من محتوى القناة. كان لازم أمر بهذه الفترة الصعبة، بس الحين الأمور الحمد لله صارت أفضل. أحب أشكركم من كل قلبي على صبركم ودعمكم طوال هالمدة. ما كنت أتوقع هذا الدعم الكبير، وكل كلمة كتبتوها لي كانت تحفزني وأحس أني ما أقدر أترككم. المهم الحين أنا جاهز أرجع لكم بمحتوى جديد وأفكار مختلفة، وأبشركم في مقاطع جديدة راح أنزلها قريبا إن شاء الله، وأكيد راح تكون أشياء جديدة وغير عن كل شيء قدمته قبل. يعني في تغييرات بسيطة راح تصير في القناة وإن شاء الله تعجبكم. في النهاية أقول لكم شكرا من كل قلبي على دعمكم وعلى أنكم ما خذلتوني وكنتم متفهمين في هالفترة. إذا عندكم أي أسئلة أو اقتراحات للمحتوى اللي تحبوا تشوفوه لا تنسوا تكتبوا لي تحت في التعليقات. إذا عجبكم المقطع لا تنسوا تحطون لايك. إذا عجبكم المقطع لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناة إذا ما كنتم مشتركين عشان توصلوا لكل جديد. إن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي. في أمان الله.